السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة تيتيفا شانيل. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا التشيز كيك اللي سامبل اللي كيجي لذيذ وكيجي رائع وما تشبعوش منه صراحه. انا من عشاق التشيز كيك، كيعجبني، لذلك بغيت نشارك معكم هذه الوصفه. تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم وتخليوا لي التعاليق ديالكم، وكذلك ما تنساوش ديروا لنا اللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد ديال تيتيفا شانيل. نخليكم باش تشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. اذا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في الطبقه الاولى، غادي نحتاجو واحد 200 غرام ديال البسكوي. انا درت بسكوي ديال صابلي، راه كيتباع موجود في المحلات التجاريه اللي كيبيعوا المواد الغذائيه، وممكن ديروا اي بسكوي كتفضلوا، المهم يكون فيه 200 غرام ديال البسكوي. وكذلك غادي نحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي ذوبت، وغادي نحتاجو كذلك واحد المعلقه كبيره ديال العسل. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في الطبقه الاولى. هنا من بعد غادي ناخذ هذاك البسكوي، غادي نطحنوه في الاله او في الخلاط الكهربائي حتى كنحصلوا على هذا الشكل اللي كيكون على شكل غبره. من بعد غادي نضيف ليها هاد الزبده اللي ذوبت، وغنبقى نخلط بشويه بشويه. من بعد غادي نضيفوا العسل. صافي غنبقى هكايا بشويه بشويه حتى يتجانسوا ليا هاد المكونات. بقى نخلط شويه بشويه حتى تدخل لي الزبده والعسل في هذا البسكوي. من بعد غادي ناخذ هذا الاطار على شكل دائري، درت ليه ورق بلاستيكي غذائي من التحت، وغادي نفرغ فيه داك البسكوي، وغادي نحاول نقادو بهذا الشكل يكون متساوي حتى كنحصلوا على واحد الطبقه اللي هي مقاده. طريقه جد سهله وبسيطه، ما كايناش شي حاجه اللي فيها تعقيدات. انا خديت معلقه باش نقاد بها الجوانب. من بعد غادي ندخلها للثلاجه باش تشد شويه في راسها، ماشي المجمد، فقط الثلاجه غير تشد ليا شي شويه في راسها وتقصح ليا بما نوجدوا الكريمه. هنا من بعد ما دخلت البسكوي ديالي للثلاجه، هنا غنمشيو باش نشوفوا طريقه التحضير ديال الكريمه وكذلك المكونات اللي غادي نحتاجو. اذا هنا غادي ناخذوا هذا البول او هذا الاناء، غادي نديرو فيه تقريبا 500 مليلتر ديال الكريمه مع 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. بالنسبه للكريمه خصها تكون بارده باش كتطلع لينا دغيا وما كتعذبناش. انا غادي نخدموا هاد الكريمه جيدا حتى تطلع لينا شي شويه، تكون غير شاده في راسها، ما نخدموهاش بزاف. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي تكون. هانتوما الكريمه كي كتكون شاده في راسها، هو الشكل ديالها. من بعد غادي نضيف هاد الحك ديال الجبن طري. بالنسبه لهاد الجبن الطري راه كيكون موجود في الحوانت او في المحلات التجاريه الكبرى. غادي نضيف فقط علبه واحده، وكذلك كنضيف واحد النكهه ديال الفاني، راه نسيت ما ذكرتهاش في الفيديو. كنضيفوا شويه نكهه الفاني. من بعد غادي نضيف هاد الجبن كريمي، درت 2 علبات. من بعد غنخلطهم باش تجانس لي الكريمه مع هاد المكونات اللي ضفت.
ومن بعد كنضيفوا الجيلاتين. انا هنا الجيلاتين درت غبره تقريبا، درت 3 المعالق صغار ديال الجيلاتين، ذوبتهم في شويه ديال الماء سخون، خليتهم تذابوا مزيان وتجانسوا ليا مع الماء تقريبا غير شي شويه الماء مع 3 المعالق ديال الجيلاتين. كنحركهم مزيان حتى كيذوبوا لينا دوك الحبيبات. من بعد كنضيفوا هاد الكريمه وكنخلطهم جيدا حتى كتجانس لينا الكريمه وما كيبقاش يبان فيها والو، كتكون ناعمه. من بعد كناخذوا داك البسكوي اللي دخلنا للثلاجه كنخرجوه وكنفرغوا فيه هاد الكريمه هذه بهذا الشكل. وغادي نقد هاد الكريمه باش تجيني متساويه. غادي نعمر الجوانب هما الاولين، هنا من بعد ما ساليت وقديتها وجا السطح ديالها متساوي كما كتشاهدوا معايا، غادي ناخذ هاد الشوكه وغادي نزينها بهذا الشكل. غادي نزينها بهذه الطريقه هذه، غادي ندير خطوط كما كتشاهدوا معايا. كنبقى بشويه بشويه هكا كنعطي الخاطر حتى نزوقها، كيجيو خطوط زوينين. تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش على حسب الرغبه. تزيين كما كنقول لكم ديما تيكون اختياري وعلى حسب الذوق. من بعد ما درت هاد الخطوط غادي ناخذ واحد الورق بلاستيكي غذائي وغادي نغطيها كامله وغندخلها المجمد لمده 6 ساعات، او ممكن تدخلوها ليله كامله حتى كتجمد لينا. بالنسبه لي انا درتها ليله كامله. ونتلاقاو باش نشوفوا طريقه التزيين والنتيجه النهائيه. هذا هو الشكل ديالها النهائي من بعد ما خرجتها من الثلاجه، من المجمد عفوا. غنديمو ليها وغادي نحيد لها داك الاطار. هذا هو الشكل ديالها. راه الطبقه التحتانيه كتبان لي فيها البسكوي والكريمه ديالنا كتبان حتى هي. وطريقه التزيين حتى هو من درت لها من الفوق، ولكن باقي غادي نزيد لها شي تويشيات. هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غندير ليها. يعني غندير لها داكشي اللي متوفر عندي، وممكن نتوما ديروا ليها اي طريقه تزيين كتفضلوها. بالنسبه لي انا هنا خديت شويه ديال الفويتين ودرت ليها فقط من الجوانب. ممكن ديروا البسكوي مطحون الا ما كانش متوفر الفويتين. داك البسكوي باش خدمناه تقدروا تحيدوا فيه شويه وتخليوه للتزيين. ومن بعد درت ليها كان عندي متوفر داك العقيق الذهبي، ما ذهبي وماشي ذهبي، نحاسي تقريبا شي شويه. درت ليها من الفوق ودرت لها دوك الاوراق الذهبيه حتى هما درتهم من الفوق، ورشيت على شويه ديال البودره الذهبيه شي شويه، غير شويه صافي باش نزوقها وصافي. كما قلت لكم التزيين تيكون اختياري وعلى حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. انا درت لها داكشي كان متوفر عندي درت ليها. كنتمنى هاد الشيز كيك تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على حسن المتابعه. وصلنا لنهايه الفيديو. في امان الله.